من خلال مشاركتها في برنامج Arabs Got Talent على شاشة MBC 1. وبدأت بعد هذه طبعا المشاركة مشوارها الفني نحو النجومية. حلا الترك ضيفة صباحنا لليوم يلي رح تحليه زي ما قلنا لكم. حلا صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ الحمد لله. إذا أنت ب 15/5 مولودة إيه؟ طيب وإم بي سي احتفلت 2002. 2002 إيه. ما شاء الله إذا مزبوط. أيوه مهم. حساباتك 10. 2002. أولا احكينا هيك إنه شو شعورك إنه ام بي سي احتفلت معاكي بعيد ميلادك؟ أنا أول شيء أقول لكم كل شيء كان وايد حلو. أوكي يعني أكثر شيء إنه أنا أقول أشكر رونجرو بلاتينيوم ريكوردز وام بي سي 3 إنه يو عيد ميلادي. أيوه. طيب يعني أنا كنت بنشوف صور من عيد الميلاد يا حلا. أيوه كملي. كان في مفاجأة في الحفلة. مفاجأة إيه؟ إيش المفاجأة اللي حصلت؟ مفاجأة لما جت مشاعر. اوكي يعني انا شعر قلبي يعني انا وايد كنت مستانسه انها مشاعريات وكان يعني اكثر شيء حبيته انه مشاعريات. طيب تغني لنا شيء من اغنيتك مع مشاعل بنتي الحبوبه؟ ايه تغنيها اذا ممكن؟ طيب يلا. بنيتي الحبوبة أنا حلوة وطيبة أنا لما أبيها تنام تمسك إيدي أنا وتطلب هدية ماما يما نام الله يهديك يما نامي يلا مامي يما نام الله يهديك يما نامي يلا مامي لو تبي مني أنام يلا نامي جنبي مامي لو تبي مني أنام يلا نامي جنبي ما بي مو لازم انام انا اخاف لحالي اخاف انام. ما شاء الله على الصوت. طب انا يعني ما بدنا نتعامل معك على انه طفله، بدنا نتعامل معك على انه عن جد فنانه. طيب وهي ما شاء الله 10 سنين. بدي اسالك سؤال وبدي اشوف قديش رح تجاوبين عليه. شو رايك بالاصوات الغنائيه هالايام اللي دارجه؟ اوكي عادي يعني عادي جدا؟ بتتوقعي صوتك رح يطلع كثير، صوتك احلى من كثير من الفنانين والفنانات الموجودين اليوم؟ وغير كده هي عندها ما شاء الله حضور بيكفي يعني ويوفي ما شاء الله عليكي. طيب حلا خلينا نتكلم على تجربتك في Arabs Got Talent السيزون الاول. انت قدمتي وفي البدايه اول مره قدمتي كان في احتمال عمرو يرفضك، اعطيتي له كده الوجه المسكين، ضعف عمرو قدامك، بس بعدين رجعتي خرجتي. كيف حسيتي لما خرجتي؟ يعني كنت مستانسة يعني كثير مستانسة يعني أنا شفت يعني لما قالوا لي 3 نعم إيه؟ ونجوى كرم قالت لي أكيد نعم وعمر جاوب قال يعني أوكي نعم. إيه؟ بس شو اسمه علي جابر إيه؟ قال 3 نعم. طيب بس بعدين رجعوا طلعوكي. كيف حسيتي وقتها؟ زعلت والله زعلت والله العظيم زعلت. ليش زعلتي؟ ما دام انه هيك ما شاء الله عم بتحقق نجوميه والكل بيشهد لك بصوتك. بس زعلت لان خسرت. ايه خسرت يعني زعلت كثير يعني. يلا معلش الدنيا ربح وخساره وقدامك ما شاء الله كثير تفوزي كمان. تبي نسمع اغنيه ثانيه، ايش تحبي تسمعينا؟ احب اسمع لمشاعل بغازله. اوكي. وثاني اغنيه لعصام كمال غايب. شكلك كثير بتحبيها للمطربه مشاعل. ايوه نقطه ضعف شكلنا تكلمنا فيها. طيب يلا نسمع لمشاعل. بغازلة بمشي وراه وانا اللي ببدأ بالغزل بشوف اخرها معاه فشوف اخرها الثقل. بغازلة بمشي وراه وانا اللي ببدأ بالغزل بشوف اخرها معاه واشوف اخرها الثقل. في كل مكان بقابله بغمز له بس واتأمله يمكن في قلبي احس لشاب بنت تغزله. بغازله بمشي وراه وانا اللي ببدأ بالغزل بشوف اخرها ما بشوف اخرها الثقل. طيب ايش بتسوي في المدرسه؟ بيطلبوا منك صحباتك كمان تغني لهم وكذا ولا بيعرفوا اغانيكي؟ بيعرفوا قديش انت صرتي مشهوره؟ والله الكبار والصغار يعني كله يلحقوا وراي وانا اركض اي محل.
تصوروا معك؟ حلا لا، ما في المدرسة لا. طب ايش يعني بس عارفين اغانيك ايش يقولوا لك؟ يقولوا لك حلوه مو حلوه، صوتك حلو وحش؟ ما أدري، بس في ناس هيك يعملوا فيني يعني. ايه ساعات أنا يعني إذا أشوف ناس يقولون لي حلا صوتك وايد حلو وايد أستانس. في ناس بعضهم يعني ما يحبوني يعني. عادي جدا. أقول معلش. معلش عادي. طيب حلا، انت يعني كونك بعدك بالمدرسه طبعا، كيف يعني بتدرسي منيح، علاماتك منيحه حتى لو انك بتغني كمان؟ أنا بدي بسألكم إشي. اسألينا. أنا أول شيء بس كنت بقول إن أنا في الفاينل إكزام مالي يعني دحين في الفترة هاي. اسمها الترك رئيسة المواد العربية. قالت يعني معلمتي هي طرشت اسمها إن خذيت 24 من 25. هاي الفاينل إكزام اللي مالي. طيب ما وين شاء السؤال اللي الله. بدك تسالينا اياه؟ لا هيك انت بتقول لنا معلومه. بمزح. طب ما شاء الله، شو بدك احلى من هيك؟ 24 من 25. يعني مبسوطه بالنتيجه، مش زي نتيجه اربس جوت تالنت. كثير. ممتاز. طب خلينا نسمع شيء ثاني، ايش تحبي تسمعينا؟ شيء من اغانيكي؟ لا، ولا أول شيء بسمع لكم من عصام كمال غايب. يلا. بزعل بعدين. لا ما نزعل اصلا. اوكي. طول ما انت غايب مالي اي حبايب، ما حد يواسيني غير ضي القمر، ما نوم يجيني وينك نظر عيني، غيابك مأذيني مليت حتى السهر، وينك ترجعلي وينك يا الغالي، حتى عدوي صار يبكي على حالي، احتاج انا اشمك واضمك احضاني، والخوف ما تلحق والموت تلقاني، طول ما انت غايب مالي اي حبايب، ما حد يواسيني غير ضي القمر، ما نوم يجيني وينك نظر عيني، غيابك مأذيني مليت حتى السفر. يعني طب مين تحبي غير مثلا، عرفنا تحبي مشاعل وعصام. طيب مين كمان تحبي من مثلا الفنانين تحبي تغني معاهم؟ انا احب اغني مع منى أمارشة. طيب. ركان. طيب. لأن أنا بحب ركان كثير يعني. أوكي. وراشد الماجد، ماجد المهندس، في أسيل. ايوه كمان غنيتي مع أسيل. في كثير يعني. طب منيح نكتفي بهدول. قديش بتتمرني؟ كل يوم تتمرني على الغناء ولا لا بس لما بيكون في مثلا مشروع انك تغني؟ يعني كل يوم تتدربي بتتمرني؟ ايه. كم ساعة؟ كم دقيقة؟ والله أنا بسرعة بحفظ بسرعة. ما شاء الله. طيب. طب يعني بعد ما بتحفظي قديش بتقعدي تتدربي على الأغنية؟ والله ما أدري، يمكن ما أدري. على حسب المزاج. طب حلا ايش في مثلا اغنيه انت في البيت بتدندنيها دائما تحبي تسمعيها وتدندنيها؟ يعني اغنيه مفضله عندك مثلا من الاسامي اللي انت قلتيها كل دول الفنانين، ايش في مثلا اغنيه انت تحبيها؟ لا سؤال صعب يصير. غير اغانيكي مثلا شيء لراشد الماجد، شيء لاي احد؟ حيرتك؟ والله خلص تمتنع عن الإجابة. ما تبغى تزعل احد. طيب قولي لنا، احكي لنا عن كيف بتعيشي مثلا، بتحبي تلعب رياضه، شو هواياتك غير انك بتغني؟ احكي لنا شوي هيك نعرف عنك. أنا هواياتي إنه باليه. باليه. فنان. أنا من زمان أمي هي كانت خلتني في باليه. ايوه. عقب طلعتني ما أدري ليش. ما ادري ليش. ان شاء الله بتسمعك دحين يعني اكيد هي دحين لا بس سمعتك عادي ولازم نسالها مامي صراحه. كلها كذي عادي. طيب انت كل شيء طيب. نوديها على مسرح البولشوي اليوم، عندنا تقرير عنه. ايه بالضبط، يمكن تبدع هنا كمان حلا. طب خلينا نسمع شيء اخير منك، اغنيه ايش تحبي تغني؟ قلتي تغني سهر الليالي فيروز؟ ايه تغني؟ ركان. تغني ركان. طيب ركان يا عنيد. يا حلوه، يلا.
هذا حالك يا عنيد دايم بهجرك تزيد وانا داري يا حبيبي راح ترجع من جديد. هذا حالك يا عنيد دايم بهجرك تزيد وانا داري يا حبيبي راح ترجع من جديد. يا حبيبي بس يقول لي ودي اعرف شو اللي فادك جيت ودموعك في عينك والسبب هو عنادك. ما شاء الله. ايوه. طيب شو هيك مثلا مأكولاتك المفضلة، حلوياتك؟ بتحب الحلويات والحلو؟ شو الأشياء اللي بتحبيها؟ أنا بحب السويتس الكب كيكس والكوكيز بدك تتعلمي تعمليهم ماما بنفسك؟ لا لأن ماما بتعمل لي كيك خاصة لإلك؟ ايوه خاصة بحلا. طب وايش طب ايش الكيك اللي كانت في العيد الميلاد كانت لذيذة كمان ولا ما كانت لذيذة؟ لا كانت لذيذة. كانت لذيذة؟ ايه حبيتها يعني. ايوه وجو MBC 3 كمان كان في العيد ميلادات وغنت لك مشاعل ولا ما غنت لك؟ غنت لي. ايش غنت لك؟ ولا غنيتوا مع بعض اغنيتكم يمكن؟ غنينا مع بعض وانا بعد مع بعض بغازل يعني مقطع على حالها مقطع على حالها مقطع حقي. ايوه. طيب انت ما شاء الله عليكي مبدعة الصراحة يا حلا. احنا ايوه كل سنة وانت طيبة واحنا مبسوطين فيكي. شكرا. كل سنة وانت بخير يا حلا. شكرا. شكرا يا حلا.